هذا الفيديو ما بعرف قد ايه حتوصلوا. قد ما حطيتوا لايك انا رضيان. انا هذا الفيديو يا جماعه مو هدفه اي شيء، هدفه بس هيك تفهموا هذا الموضوع اليوم بدي احكي عنه. اوكي بس خليني هلا اعملكم هيك جوله بالانستغرام. اوكي كريستراكشن احكي عن انس وميدو. كريستراكشن احكي عن مشكله انس وميدو. كريستراكشن ارجوك احكي وجعتولي راسي يا اخي. شو هاد؟ بس بدي افهم شو بكون. ريلاكس يا اخي ريلاكس. اوكي حلقتوني انتم بالانستغرام مليار رسائل احكي عن مشكله انس وميدو. اوكي ما بتعرفوا انه ميدو امبارح نزل فيديو، مو امبارح يعني من كم ساعه، حكى عن مشكله هو وانس. فقال انه مره اجى متابع لانس عم يقول له لميدو انه انس ما عم بيرد علي وكذا وهيك. فانتم بتعرفوا انه الناس كلها بتكون فانزات لليوتيوبر، فهو يعني اكيد بكون صار راسه لميدو. فيب ميدو اعطاه رقمه لانس، يعني لهذا الشخص اللي هو فانز لانس ميدو اعطاه رقم انس. شو ايه فهذا الشخص نشر رقم انس، تمام، لانه ميدو اعطاه. فبلش ينتشر رقم انس وانس ما في غيره انه مدري عليه وكذا. فتخانقوا من هذيك القصة. هي بس هيك القصة. فانتوا ناويين تعرفوا انه شو الرد وشو كذا وناطرين رد انس وكذا ومدري شو. انا ما كنت جايبالي احكي القصة، يعني انا ما بحب اتدخل بمواضيع ما لنا علاقة احنا فيها كوننا متابعين الهم. فانتوا صرعتوا راسي على الانستغرام فاضطريت اني اتدخل بهذا الموضوع. ما كان جايبالي بنوم اني اتدخل وجايبالي اني احكي. بس مضطر لانكم صرعتوني على الانستغرام. فتحت اليوم الصبح الانستغرام ما عاد هدى الرسايل، يعني دايما يعني بس نام بطفي النت مشان ما يوصلني ولا رسايل. فقلت كرج الرسائل كلها على هذا. فعن جد يا جماعة انا ما بحب اتدخل كثير الموضوع، بس انتوا صرعتوني. فيب انتوا هلا حاليا كلكم ناطرين رد انس انه شو رح يقول انس. اوكي اذا انتوا ما بتعرفوا روحوا على الفيديو فوتوا على التعليقات بتلاقوا انس معلق كاتب له انه الاستحوا ماتوا هيك ومدري شو كاتب له منصب، بس انا هي ركزت عليه. اوكي يا جماعه احنا نحط حالنا بدالهم، تمام، كوننا متابعين. انا بحب اني اخلق مشاكل بس احط حالي مكانهم. انا فانس، تمام، عم بصرع ميدو. انا بعرف انه هدول الناس بيصرعوا الشخص اللي رد عليه، تمام. فاكيد ميدو بيكون يعني انزعاج منه لانه عم بيضل له ما عم بيرد عليه انس وكذا. فاعطاه رقمه، تمام. هذا الشخص اللي اعطاه رقمه كان لازم هذا الشخص يتحاسب. اول شيء انه ما لازم ينشر رقم شخص يوتيوبر. يعني انتوا تخيلوا يعني 14,000 مشترك عند انس. هدول كلهم يمكن اذا لا بينشر الرقم بصير كلهم بيعرفوا رقم انس. يعني ما بصير يوتيوبر ينشر رقم، تمام. فهمتوا ليش يا جماعة؟ وانا ما كان جعبالي احكي القصة ولا جعبالي اطلع احكي عنك، كنت جعبالي اطلع احكي عن غير الموضوع. بس ما يا اخي يعني انتوا مو طبيعيين يعني صراحة ما بعرف. بس انا يعني ميدو بتابعه وانس بتابعه، الاثنين بحبهم الاثنين. شو ما نزل بتابعه، بس يعني ما بحب اني كثير هيك اعمل عنصرية واذا هاد تخانق مع هاد يعني انا بحب هاد وكذا. انا الاثنين بحبهم. هلا اذا بيرجعوا بتخانقوا واذا ما تصارحوا انا الاثنين بحبهم، الاثنين بتابعون الاثنين والاثنين بيحترمون وهيك. يعني بشكر الاثنين على الشيء عم بيقدموا لنا اياه، تمام. نحن كمتابعين ما نعرف مشاكل، نحن بس كمتابعين نشوف فيديوهاتهم نعرف محتواهم وبس. مشاكل نحن كوننا ما لازم نحن نعرف، بس احنا حرين بقناتهم. كلنا حاليا ناطرين رد انس ونحن ما عاد ارجع اصور بنوب، تمام. يعني هذا الفيديو الوحيد اللي بدي احكي عن هي المشكله وما بدي احكي عن مشاكل يوتيوبرز. بس انه اوكي طرق يا جماعه يعني احنا لازم كمان نهدي عليهم وخلص ان شاء الله يتصالحوا. وهن الاثنين يعني اول ما بدأوا مسيرتهم كانوا يعني اصدقاء وبتمنى هذا الشخص اللي اخذ رقم انس ما ينشره، والناس اللي وصلوا الرقم لا ينشروا ويمحوه، لانه عيب يا جماعه، عيب نحن ننشر رقم واحد، تمام. بس ما بدي احكي غير شيء اتس اوكي. فيب بس يا جماعه شكرا استمتعتوا معي بهذا الفيديو. ونسيت لكم صاحب الانترو باول فيديو قناته بالوصف الانستغرام وكمان